اما بكون محتاره في الغداء او في العشاء بحب بقى اعمل وصفه كده تكون سهله وبسيطه وتبقى سريعه معايا كده وقت الغدا كمان لو جايه من بره فدي بتنقذني. وكمان لما بكون زهقانه من الاكل بعملها بتطلع معايا تحفه وباي مكونات عندك هتعمليها. هجيب كوبايه لبن واحطها في بوله وهحط عليها باكو خميره وهقلبهم مع معلقه سكر وكوبايه دقيق. هقلب بس المكونات دي مع بعض واحط بقى كوبايه الدقيق. دي اول كوبايه دقيق هتنزل معايا على المكونات السائله اللي انا هستخدمها. هقلبهم كويس وهسيبهم بس يخمروا معايا لمده 10 دقايق بالظبط. انا مش هخمرهم تخمير كامل لان في لسه بقيه الدقيق معايا. كده بصوا دي مرحله التخمير الاولانيه طالعه عامله ازاي جميله جدا. هحط بقى الكوبايه التانية كوبايه الدقيق التانية واحط عليها معلقه صغيره خالص بيكنج باودر او كيك شيف ومع رشة ملح. انا هحط هنا رشة ملح عشان خاطر في مكونات فيها جبنة وحاجات عشان تبقى حادقة فمش عايزة احط ملح ياما. هكمل بقى المكونات اللي معايا دي بكوباية مية بكوباية لبن في الاول وكوباية مية مع كوباية الدقيق التانية. هقلبهم كويس جدا بيطلع معايا الخليط بيبقى سائل بنفس الطريقة ديت. انا مش هعملها عجينة انا عايزاها كده سائل زي ما انتوا شايفين بنفس القوام ده بالظبط. هحط بقى المكونات اللي عندي فلفل اخضر رومي حزمة بقدونس زيتون مخلي. طبعا انا كان عندي لانشون وجبنة اسمها فاهيتا بمعنى اصح بتتباع عند السوبر ماركت. او لو عندك بسطرمة صدق لحمة مفرومة اللي موجودة عندك ممكن تعملي بيه الخليط. هقلبهم كويس جدا مع بعض واسيبهم بقى يخمروا عندي لمدة ربع ساعة. هحضر الصينيه اللي هشتغل فيها هدهنها اهم حاجه من الجناب وفي الارضيه. هنزل عليها الخليط زي ما انتوا شايفين بعد ما خمر بنفس الطريقه. الخليط طبعا ما بيبقاش عجينه بتبقى عجينه سايله. هكون مشغله الفرن اسيبها تسخن معايا وهدخل الخليط ده الفرن وهوريكم شكله بقى لما بيطلع من الفرن بيبقى عامل ازاي. بجد وهم وطعمه حلو جدا. كده الصينيه لما طلعت معايا اخدت معايا وش ذهبي وكمان اتحمرت من تحت برضو واخدت لون ذهبي يعني في منتهى الجمال. هقطعها بالسكينه بقى وهي سخنه كده وتاكليها بالف هنا وشفا. ممكن تعملي جنبيها بطاطس محمره ممكن واحدتين مخلل وبالف هنا وشفا. بجد الوصفه دي تحفه. وصفه الانقاذ اللي ممكن تعمليها لو زهقانه من الاكل او بتفكري في الاكل كتير. لا دي الوصفه دي تحفه وتنفع معاكي كمان في ازمات كده وقت ما بتكوني جايه من بره او في العشاء بالليل تعملي لهم حاجه كده حلوه يتعشوا بيها. ودي كانت الوصفه بتاعتي النهارده. لايك وشير للوصفه.